لو نفسك في أجنحة دجاج طعمها يجنن وريحة تفتح النفس من أول ما تدخل الفرن، يبقى لازم تجربي معايا الوصفة دي. تتبيلة خطيرة وهتخلي الأجنحة طرية ومشوية بطريقة تحفة. بس قبل ما نبدأ ما تنسيش اللايك والاشتراك لو لسه مشتركتيش. هنجيب معانا معلقة توم صغيرة، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من هريسة الفلفل اللي احنا عملناها قبل كده. معانا 4 معالق من الزيت، وعصير ليمونة كاملة. بعد كده هنضيف علبة زبادي صغيرة. التوابل بقى معانا فلفل اسود، نص معلقة من البابريكا، ونص معلقة من الكاري، وهنضيف دلوقتي رشة قرفة، معلقة صغيرة من الملح، وهنقلب الخليط ده كويس قوي لغاية ما يتجانس مع بعض. بعد كده هننزل عليهم بأجنحة الدجاج اللي هتبقى طبعا مغسولة كويس ومتصفية. دلوقتي هنقلبهم بقى في الخليط. بعد ما نقلبهم بقى كويس هنغطيهم وهندخلهم التلاجة مش أقل من 4 ساعات، وياريت لو ليلة كاملة. بعد كده هنطلعهم وفي صينية عليها ورقة زبدة، وهنبدأ نرص الأجنحة وهنحط فوقيها كل التتبيلة اللي جوه الطبق. هنغطيهم كويس قوي بورق سلوفان وهندخلهم فرن سخن الأول ربع ساعة علشان تبدأ تغلي، وبعدين هنشيل الورق وهنخليها بقى تكمل سوا وتاخد لون شوي من فوق. جربوها وقولولي طلعت معاكم عاملة ازاي، ومستنية رأيكم في الكومنتات. بالهنا والشفا.